السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنبداو من ضمن حلويات العيد. غادي نحضر معكم واحد الصابلي ديال التاج، كيجي زوين. نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وسمحوا لي بزاف البنات راني غبرت عليكم. ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله بالمقادير، نفس المقادير كيف ما كنعطيكم كي ديجا عطياكم واحد الصابلي. غادي نبداو على بركه الله. عندنا هنا واحد الزبده 250 غرام ديال الزبده مارغرين، اي ماركه عندكم غادي ديروها. المهم 250 غرام ديال الزبده. غادي نزيدو عليها 250 غرام ربعه ديال السكر كلاصي. غادي نزيدو على هاد الزبده صافي، وغادي نمزجو هاد الزبده والسكر كلاصي مزيان حتى تماسك لينا السكر كلاصي مع الزبده. من بعد غادي نرجع معكم حتى يولوا على شكل بوماد، والزبده تكون عندكم بحراره ديال المطبخ. انا راه عندي بارده شويه. من بعد ما مزجنا مزيان هذيك الزبده والسكر كلاصي كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل حتى رجعت على شكل بوماد، دابا غادي نزيدو لها واحد جوج ديال البيضات كما كتشوفوا صافي. وغادي نبداو نخلطو مزيان. ديما الزبده ديالكم عودوا خلوها بالحراره ديال المطبخ باش ما تعذبكمش. دابا الجو بارد نيت شويه. صافي دابا غادي نزيدو عليها كاس ديال الزيت بقياس الكاس ديال العنبه. صافي وغادي نخلطو هادشي مزيان. وغادي نزيدو واحد الفانيلا، ساشيه وحده ديال الفاني. كما كتشوفوا غادي نمزج هاد العناصر مزيان وغادي نرجع معكم. غادي نخلطو مزيان. من بعد ما جمعنا العناصر كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل، دابا غادي نبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. عندي كيلو ديال الدقيق. غادي نزيد معكم واحد المكون. عندي واحد المعلقه صغيره ديال النكهه ديال الفاني. الا ما متواجدش عندكم ما ديروش، بغيتو ديروا النكهه ديال الفاني او النكهه ديال الفريز او اللي بغيتو، كتجي زوينه تنكهوا بها الصابلي ديالكم. انا فضلت ندير ديال الفاني. الصراحه راه كتجي زوينه، كتعطي واحد المذاق زوين للصابلي. صافي دابا غادي نبداو نزيدو الدقيق تدريجيا. كيف ما كتشوفوا عندي كيلو ديال الدقيق. انا غادي نقول لكم واش غادي تهز ليا كيلو ديال الدقيق ولا قل او لا اكثر. كيف ما كتشوفوا غادي تبقاو معايا حتى نجمعوا هاد الصابلي ديالنا. كيف ما كتعرفوا الصابلي راه ما كيتسدلكش، تجمعوه غير بالاطراف ديال الاصابع ديالكم حتى تحصلوا على عجين ما يكونش قاصح ما يكونش رطب. انا غادي نجمع العجين ومن بعد غادي نرجع معكم ونقول لكم شحال واش هزات ليا كيلو ديال الدقيق. نتوما غادي تشوفوا على حساب عينكم ميزانكم. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، غنوريكم شحال بقى ليا من كيلو ديال الدقيق. غير واحد شويه باش غادي نخدموا الصابلي. دابا غادي نقسموا العجينه على 4 ديال الكرات ولا اللي بغيتو نتوما. على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا.
وغادي نجيب واحد البلاستيكه وغادي ندير فيها هاد العجين. كما كتشوفوا غنجيبوا البلاستيكه وغادي نجمعوا فيها هاد الكرات ديال العجينه وغادي ندخلوها للثلاجه ترتاح غير واحد شويه، من بعد عاد غادي نخدموا بها ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه شويه في الثلاجه صافي جبتها دابا باش غادي نبدا نخدم بها. خدينا واحد جوج بلاستيكات، عندي جوج بلاستيكات هنا قطعتها هكذا على جوج باش غادي نسرحوا فيها هاد العجين. غادي نديروا بلاستيكه لتحت وغادي نحطوا العجين كيف ما موضح في الصوره كيف ما كتعرفوا الصافي. صافي دابا غادي ناخذ ندلك وغادي نبدا نسرح هاد العجين مزيان كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل حتى غادي نرجعها رقيقه. من بعد غادي نرجع معكم باش غادي نوريكم المرشم باش غادي نقطعوا هاد الصابلي ونرجعوها. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما سرحت العجين بديت كنقطعها بهذا المرشم كيف ما كتشوفوا مربع على هذا الشكل. واي مرشم بغيتو ديروا نتوما، وما انا خديت هذا المربع وبديت كنقطع. كتبقاو تهزوا بهذا البلاستيكه بحال هكذا كيف ما كتشوفوا وكتحيدوا العجينه ديالكم كما كتشوفوا على هذا الشكل. صافي كنبداو نصطفوها في اللاطه ديال الفران، اللاطه اللي غتدخل الفران، وغادي نشعلوا ليهم من التحت حتى طيب من التحت، عاد نحمروهم من الفوق. ما تحمروش الصابلي بزاف، هانتوما غادي تتبعوا معايا الطريقه كما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت التقطاع ديال الصابلي دابا غادي صفتو في اللاطه. دابا غادي نديه للفران، غادي نشعل ليه من التحت حتى يتحمر، وعاد غنشعلو ليه من الفوق. ما تخليوش يتحمر بزاف، ديروا العافيه مهيله للفران. من بعد ما يطيب غادي نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. من بعد ما طيبنا الصابلي ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل. من بعد ما ساليته كامل كيف ما قلت لكم كنديروا العافيه غير من التحت حتى كيتحمر، عاد كنديروا ليه العافيه من الفوق. ما كتشوفوا جا على هذا الشكل. صراحه راه جا زوين، العجينه ديالو ناجحه، تبعوا غير الطريقه. دابا غادي ناخذ واحد، من بعد ما سالينا الصابلي دابا غناخذ واحد الكاسرونه، غادي نديرو حتى فيها الماء تحت حتى غادي نديروها هكذا في الماء المائي. وغادي ناخذ شوكولاته سوداء، انا كنخدم بالنوعيه ديال كالا. غادي نديروها في هاد الكاسرونه كما كتشوفوا. صافي غادي نديرها تذوب. من بعد ما تذوب غادي نرجع معكم باش نزينوا الصابلي ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما داب ليا الشكلاط راني بديت كنعمر في هذا. كيف ما كتشوفوا هاد اللعبه اللي غتاخذوا مع هذاك المرشم المربع هي ديال التاج على هذا الشكل، واي مرشم بغيتو نتوما. صافي وغادي نبداو نعمروا في هاد الحفيره على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي غادي نكملهم انا على هذا الشكل. وعندي هنا درت في واحد الكاسرونه درت الناباج والغليكوز، غادي نديرهم فوق البوطه حتى يذوبوا مزيان هما باش غادي نلصقوا الصابلي ديالنا. وغادي نرجع معكم باش نزينوا الصابلي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما درت الشكلاط في المجمد كيف ما كيجي على هذا الشكل على شكل التاج. دابا غادي نبداو في الفينيسيو ديال الصابلي. عندي هنا كاوكاو مكسك كما كتشوفوا، غادي نبداو نزين. وعندي هنا كيف ما قلت لكم الناباج والغليكوز اللي ذوبتهم. دابا غادي نبداو في الفينيسيو، غادي ندهنوا بالناباج والغليكوز كيف ما كتشوفوا.
وغادي نلصقو هاد الوريضه ديالنا بحال هكا على هاد الشكل صافي. وغادي نديرو في كاوكاو ما كتشوفوا كيجي على هاد الشكل. صراحه كيجي زوين ورقي، نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وجربوه ردوا عليا في الكومونتير. كتجي فيه واحد النكهه زوينه، واحد الريحه كتجي فيه زوينه بهذيك النكهه اللي درنا ديال الفاني. دابا انا غادي نستمر على هذا الشكل ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي ديال اليوم من بعد ما ساليت ليه الفينيسيون. نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. الصراحه راه كيجي زوين، توجدوه للعيد ان شاء الله. ودعموني بلي لايك ديالكم باش تحفزوني نزيدكم فيديوهات اخرين ان شاء الله. ولا بغيتو شي شكيلات اخرين من الصابلي ولا اي حلوه طلبتوها مني غادي نحضرها معكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.